ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا وصفه جميله قوي، عملنا باستا بالصوص الابيض وبالجمبري. حلوه قوي. بصي شوفي التفاصيل جميله ازاي. تعالي معايا بقى في الفيديو عشان تشوفي عملتها ازاي، وما تنسيش تشتركي في قناتي عشان يوصلك كل وصفاتي. المقادير معايا هنا، مقادير الوصفه بتاعتي. معايا هنا اصابع بطعم الكابوريا. هي كانت اصابع طويله كده وانا قطعتها قطع، بتيجي كده من الهايبر مغلفة. ومعايا هنا الجمبري، انا نضفته وشلت الكيس الرمل اللي كان فيه. معايا للوصفة هنا كوبايتين لبن، ومكرونة بنة، ومعايا بصلة مفرومة، وعصير ليمون، ومعايا هنا كزبرة خضراء، ومعايا هنا مكعبات زبدة انا هستخدم منها للصوص وهستخدم منها للجمبري كمان. والفلفل ده برضو فلفل دواير كده هستخدم منه برضو للصوص وللجمبري. معلقة توم مفروم، توابل سمك، ومعايا معلقة ملح، معلقتين دقيق، ومعايا فلفل احمر واخضر، ومعايا هنا نص كوباية شوربة. طب مش متوفر شوربة عادي خالص، استبدليها باللبن. طيب المقادير دي مش لحاجة واحدة، المقادير ديت كميتها هستخدم منها للجمبري وهستخدم منها ايه للصوص الابيض اللي هنعمله. يلا بينا بقى نشوف هنعمل الوصفة ازاي. جبت حلة وحطيت فيها مية وما قربت تغلي عشان هنسلق المكرونة. هحط فيها ايه؟ الملح، وهنزل كده بسم الله بالمكرونة بتاعتنا بالراحة، وهسيبها لما تتسلق بقى. وعلى ما المكرونة تتسلق هنعمل الجمبري بتاعنا. جبت وok عشان نعمل الجمبري بالخلطة بتاعته الجميلة. هحط كده معلقتين زيت، واحط مكعبين زبدة، واسيبهم كده يسخنوا شوية. ولما سخنوا هحط عليهم الثوم المفروم واشوحه تطلع ريحته بس، وهنزل ايه باقي المكونات. وهنزل بالجمبري. احنا عارفين ان الجمبري ما بياخدش وقت معانا. وبعد ما الجمبري خد صدمه معايا كده في الزبده والثوم، هنزل باصابع الكابوريا. احنا عارفين ان الجمبري والكابوريا ما بتاخدش وقتها خالص في التشويح. هسيبهم شويه، وهننزل كده بمعلقه من توابل السمك. اي توابل سمك عندك بقى بتحبيها حطيها، ونقلبهم مع بعض. واحط الفلفل، الفلفل بيدي ايه قيمه غذائيه عاليه قوي، في مضادات اكسده على فكره، بيبقى حلو. واحط كمان الفلفل ده، هو مش حامي قوي، تقدري تستغني عنه لو انت ما بتحبيهوش. واحط عصير ليمونه. خلاص خلصت الوصفه بتاعتنا. ورشه كده ايه من الكزبره الخضراء، عندك بقدونس حطي، شرط حطي. بس خلصنا كده ايه الجمبري. جبت وok وحطيتها على البوتاجاز عشان هنعمل الصوص بتاعنا الابيض الجميل. نحط كده معلقتين زيت، وهنحط كده بصله مفرومه. انا بحب اعمله بصراحه بالبصل، ممكن تقدري تعمليه بفص توم براحتك. احنا عارفين بقى في مجال الطبخ ده بيتعمل باكتر من طريقه، في بيتشوح بالبصل كده مع فلفل اللي هو الحامي، وفي بيتعمل بالثوم على حسب ما انت بتحبي. وبعد ما البصل يتشوح معايا شويه ودبل، هنزل كده بالفلفل الحار بتاعنا الجميل، وزي ما قلت لك هو مش حامي قوي. هتاخد كده على جنب، واحط مكعبين الزبده عشان هشوح فيهم معلقتين الدقيق. هنزل كده بمعلقتين الدقيق واديهم تشويحه. طيب هي دي الطريقه بس؟ لا، تقدري تحطي الدقيق، المعلقتين الدقيق بتوعك في كوبايتين اللبن، وتقلبيهم كويس وتنزلي بيهم عادي على البصل والفلفل.
ايه الطريقه اللي تريحك كده حلو وتنفع، وكده برضو كويس وتنفع. بعد ما خلاص كده شوحت الدقيق، هنزل كده بسم الله احط اللبن ويجي فيه على طول بقى عشان ايه ما يكلكعش. هظبط الملح بتاعي واحط من التوابل بتاعت السمك برضو واقلبها. بصوا التوابل دي جميله قوي، وهي ما بتغمقليش الصوص اصلا، بيفضل ابيض زي ما هو. واحط الشوربه بتاعتي نص كوبايه. طيب تقدري تحطي عليها شوربه خضار، تقدري تحطي شوربه جمبري، براحتك، الاتنين ينفعوا. صفيت المكرونه بتاعتي من الميه بتاعتها بتاع السلق وهنزل بيها كده. بصوا بقى انا عملت لكم النهارده صوص ابيض من غير كريمه خالص، يعني معلقتين الدقيق دول وكوبايتين اللبن دول بديل الكريمه. تقدري تستخدمي كريمه طهي لو انت عايزه، تقدري تحطي معلقتين دقيق في كوبايتين ميه ونص كوبايه شوربه زي ما انا ما عملت. اقول لك حاجه كمان بديلها، تقدري تستخدمي كوبايه لبن فيها معلقه قشطه او معلقه كريم شانتيه خام في كوبايه لبن، وتضربيهم كده في الخلاط. اللي يعجبك، انا قلت لك بدايل كتير، واللي يعجبك والمتوفر عندك تستخدميه. بصي بقى والله صوص ابيض جميل، مش محتاج لاي كريمه طهي ولا اي حاجه. بالنسبه لكريمه طهي عادي متوفره نقدر نستخدمها، بس ممكن ناس مش متوفره عندها او ما تقدرش تجيبها بالنسبه لانهم غلوا سعرها جامد. شايفه الصوص الابيض جميل وتحفه ازاي، والمقادير مظبوطه وحلوه. فاحنا ايه بنستخدم الدقيق كده مع اللبن والشوربه، وبراحتك برضه لو انت عايزه تستخدميها. خلاص كده انا خلصت الصوص. طب انا ما سلقتش المكرونه جامد، 3/4 سوا. هنغرف دلوقتي الطبق الجميل بتاعنا مع بعض. حلوه قوي قوي الوصفه دي، وتغيير من الاكل، تعملوا احلى اكل بقى في الدفا. بصي الصوص الابيض جميل عليها ازاي، والفلفل اللي احنا حطيناه ادى طعم بس ومش باين قوي. يعني ما تخافيش تقولي مثلا الفلفل هيبان قوي في الصوص الابيض، لا. والمكرونه بتاعتك تسويها 3/4 سوا بس، يعني ما تسلقيها 3/4 سلقه. عشان ايه؟ هي بتاخد في الصوص شويه عشان ما تعجنش. بصي الجمال، هي معايا عامله ازاي، مش مسلوقه جامد ولا مهريه، حلوه. وبعد ما حطينا المكرونه بالصوص الابيض الجميل بتاعنا في الطبق، هنحط كده الجمبري بالكابوريا. الله على الجمال. طيب تقدري تقدمي بالطريقه ديت، وتقدري والحاجه عندك في الوك لسه على البوتاجاز تخلطي المكرونه مع الخلطه اللي انا عملتها كلها في حاجه واحده. يعني ينفع كله على بعضه، وينفع زي ما انا ما عملت، بس انا عايزه احطها فوق المكرونه هنا، مش عايزه اخلطهم مع بعض. الطريقه اللي تريحك اعمليها، دي تنفع ودي تنفع. ونحط شويه كمان هنا، جميله جدا الوصفه دي. ونحط كمان هنا. خلاص خلصنا الطبق الجميل بتاعنا وزيناه زي ما انتوا شفتوا. زينيه بقى بالطريقه اللي يعجبك، جربيه وقولي لي ايه رايك.